مولاتي حاولي إخفاء حزنك، فوزير ملك خوارزم هنا. فلتحيا مملكة الخوارزميين إلى الأبد. الآن وقد غادر الملك خوارزم، هلا أعلنت مولاتي الأميرة أم الأمير عن قرارها النهائي؟ لقد قام الشيخ الرئيس أبو علي سينا بتلبية دعوتنا، وقد قدم لكي يعالج ابن الأمير. أخبرته أن ابن الأمير لا يأكل سوى العلف. أيها الوزير المعظم، لا تتفوه بهذه الكلمات في حضوري. لا سبيل سوى قول الحقيقة، فاعذريني. قال الشيخ باستثناء ما سأقوله لا خيار لنجاته. أعدوه للذبح حتى أصل إليكم. ها؟ سيعدونه للذبح؟ أيها المستشارون، إنني أطلب منكم عندما يصل الحكيم أن لا تتكلموا إلا بما يريده فقط. خذاه إلى المذبح. أيها الصانع. نعم أستاذ. أيها الصانع. نعم أستاذ. أيها الصانع. نعم أستاذ. أيها الصانع. أيها الصانع، إن دمه يجب أن يسيل في وعاء من ذهب. وعاء الذهب جاهز يا أستاذ. هيا اربط قوائمه الآن. لكنه ليس بقرة. مولاتي، إن البقرة يجب أن تنحر وتؤخذ إلى المذبح. إنه هزيل جدا وهو غير مناسب للذبح أبدا. هذه البقرة لن تناسب أبدا مطبخ ملك خوارزم، ولكن يا أستاذ هلا ذبحتها فلدينا مواعيد كثيرة. لن أذبح مثل هذه البقرة. انهضوا وأتوني ببقرة أفضل منها. ما بالكم؟ هيا. تبدو بهزالك هذا كالقرد لا كالبقرة. بقرة هزيلة، ماذا نفعل بها؟
لذلك يجب أن يسمن. بالعلف؟ لن يسمن بالعلف وحده لأنه مريض. أعرف نوعا من الأدوية عليه تناولها، فليأتي صاحبها لأعطيه الوصفة. أظن أن هذا الرجل هو صاحبها. اسمع أيها القصاب، لا يوجد بقرة غيرها في القصر. فلنذهب، إن لدينا عملا في مكان آخر. فك وثاقه ولنذهب. هيا بنا. لقد حالفك الحظ هذه المرة. أيها القصاب أخبرني، أحقا لا تريد أن تذبحه؟ إذا أصبح سمينا. وهل هناك أمل بأن يسمن؟ أجل، يجب أن يتناول الدواء مع غذاء بشري. هل أنت مالكه؟ أجل، لا أملك سوى هذه البقرة الهزيلة. أي دواء سأعطيه؟ تعال معي وسأخبرك. فارسان يتقدمان نحونا. كيف هما؟ أظن أنهما في مهمة ما. إنهما يحملان سلاحا ومعهما الكثير من العلف. يبدو أنهما قادمان من البعيد. انظروا في أمرهما. ماذا تأكل على الطريق؟ انهض واجمع سفرتك. ارمي رزمة العلف التي تحملها أرضا، فلدينا رؤوس ماعز شائعة. ابتعد عن طريقنا. إلى أين؟ إلى أين تذهبان؟ ها؟ أليس هذا طريق كوركانج؟ اسمعاني جيدا، إنه مجرد طريق. إلى أين أنتما ذاهبان؟ ها؟ أين تذهبان؟
أنصحكما أن تجيباه. أن تأخذا الحياة بجدية. أنتما محاصران. إلى كوركانج، إلى بلاط ملك خوارزم. لا سبيل للأتراك إلى البلاط. إننا مبعوثان خاصان للسلطان المعظم سلطان الأتراك المحترم السلطان محمود الغزنوي. نحمل رسالة بختمه للدخول إلى خوارزم. ارمي بالعلف من على ظهر الجواد أرضا وترجلا. أرني الرسالة. عساي أتذكر ختم السلطان. أنتما صادقان. الأتراك لا ينطقون إلا صدقا. فليضع كل منكما 5 دنانير. أنت تنوي ابتزاز مبعوثي سلطان الأتراك أيها السارق الحقير؟ حسناً، إن شاء السلطان محمود العبور من هنا أيضاً عليه أن يدفع 5 دنانير. هيا ادفع، هيا هيا. حسناً، الطريق سالك، اذهبا. السلام على مبعوثي السلطان المعظم محمود. سلام السلطان إلى ملك خوارزم وإلى وزيره المفكر العالم. قرأت رسالة السلطان الممهورة بمهره. طلب السلطان فيها عددا من علماء خوارزم، وعلى رأسهم الشيخ الرئيس أبو علي سينا. إن سلطان الأتراك السلطان محمود المعظم لن يترك جميل ملك خوارزم دون أي رد على الإطلاق. دون أدنى شك. لكن مبعوثي السلطان يعلمان جيدا أن سلطانهما قد طلب درة، ولكن لا أحد يستطيع أن يمنح هذه الدرة غير ملك خوارزم بنفسه. من هنا عليكم انتظاره هنا في خوارزم حتى يعود من رحلته. وإلى متى؟ وصلتنا معلومات اليوم تقول إنه سيكون هنا خلال أيام. سنبقى لأيام.
ولكن هل سيلبي سلطانكم يا ترى ما طلبه منه سلطاننا؟ ابقيا في القصر 3 أيام. أجل، شرط أن يعدنا الوزير المفكر العالم بأن يلبي طلب سلطاننا، لأنه يستطيع أن يحصل على كل ما يصبو إليه ويريده، حتى وإن تحقق ذلك بعد سنوات. لقد سمعت عن سلطانكما كثيرا. علي معرفة رأي الملك بهذا الشأن. ليت السلطان خوارزم يعود بعد شهر بدل 3 أيام لنستمتع بالإقامة هنا. لا تجزع، اهدأ قليلا. إنه يخشى الموت. كلا، إنه يجهل كل شيء عن الحياة وعن الموت، وخوفه هو مجرد انفعال غريزي. لا تقلق، سيبقى حيا، شرط أن يتركني أنهي عملي بسلام. مرحبا. ناولني المشرط. يجب أن تعلم أنه إنسان يدرك مكنونات نفسه وحياته من دون أدنى شك، ويعي أيضا أن حياته ستنتهي ذات يوم. أحسنت، وأن هناك موتا دون أدنى ريب. لو لم تكن المسألة مهمة لما أتيت وأخذت من وقت الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لست متطفلا أيها الوزير المفكر العالم. أهلا وسهلا بك. لو استدعيتني للبيت الدعوة بكل سرور. لدي مسألة هامة جدا. أرجو أن تعذرني، فثمة مسألة تشغل بالي على الدوام. عما تبحث أيها الحكيم؟ أبحث عن مساعدي. لحظة من فضلك، فقد صرفت مساعدك لأنني أردت التحدث إليك على انفراد. لا شك أن المسألة بشأن ابن الأمير. كيف حاله؟ حاله تبدو في تحسن. شكرا لله. ألم يعد يصدر خوار بقرة؟ المهم ألا يتحدث عن البقرة.
لم يعد يتحدث عن البقرة، لم يعد يقول شيئا. هل هو دليل سيء؟ بل هو دليل حسن. إنه يصارع نفسه ليجدها. دعوه يفكر في نفسه عن نفسه. عندما يتألم الجسم فإن النفس هي التي عليها أن تتحمل أعباء ذلك. إن كان صبرها ضئيلا فإنها ستضطرب لا محالة. فبالرغم من أنهما مستقلان عن بعضهما تماما إلا أنهما متصلان عمليا. كان خبرا جيدا أراح بالي الآن إلى حد ما، إذ لم يعد يعتبر نفسه بقرة. ثمة هناك مسألة أهم من موضوع ابن الأمير. حسنا، لدي سر أود البوح به. في الماء هذا العنصر الحياتي ثمة موجودات غير مرئية وضارة، وقد أجريت تجارب عديدة ولم أصل إلى نتيجة قاطعة. ما أريد أن أقوله أهم حتى من الماء نفسه. لا أظن أن هناك عنصرا أهم من الماء. أنا منذ سنوات أفكر بما يحتويه هذا الماء من أسرار. مبعوثان جاءا من قبل محمود الغزنوي لاصطحابك إلى بلاطه. صحيح، فكما يولد السل وذات الرئة من التراب، ثمة أمراض كثيرة مصدرها هو الماء. ربما توصل أحفادنا يوما إلى أسرار الماء وعوالمه. أنت لا تكترث أبدا لحديثي. أرجوك اعذرني، لم يكن قصدي أبدا عدم الاكتراث. نعم، لقد كنا نتحدث عن ابن الأمير. العشق مرض سوداوي يشبه الملانخوليا، يجذبه الإنسان لنفسه من خلال تسليط فكره عليه بصورة أو بأخرى. والشهوة الجسدية تزيد الأمر تعقيدا. ومن علامات المرض ضمور العين وفقدانها البريق والحركة الدائمة للقرنية. ونفس المريض يزداد كثيرا في هذه الحالة ويكون أكثر تقطعا، ولهذا السبب تزداد آهاته كثيرا. أعضاء جسده تبدأ بالتداعي فيضعف ما عدا عينيه، وحتى برغم ضمور العينين يزداد نمو الأهداب بسبب قلة النوم وكثرة البكاء. وهل تقصد ابن الأمير بكلامك؟ هو ما أقصده تماما. رغم أنه لم يعد يعتبر نفسه بقرة، إلا أن سبب مرضه الحقيقي هو العشق. إن لم يعالج هذا الجانب لا يمكن أن يشفى من مرضه. حاول أن تنسى ابن الأمير. حاضر، أنا حاضر. تفضل معي. التفكير بالماء يشغل بالي الآن كثيرا. أيها الحكيم، لقد طلبك السلطان محمود الغزنوي من ملك خوارزم. ولكن هل فكرت يوما في أن الماء هذا العنصر السلسبيل الشفاف يحوي عالما غير مرئي؟ تمنيت أن يبقى الشيخ في خوارزم على الدوام. إن الماء هذا هو عنصر حياتي هام جدا. لكن أظن أن ملك خوارزم سيهبك إلى السلطان محمود. محمود؟ أي محمود؟ السلطان محمود الغزنوي. اعذرني، لقد كنت غارقا في الماء. قلت إن علي أن أتجنب السلاطين ما دمت حيا. قبل سنوات سمعت ذلك من عزيز آخر، من أمي. ولكن ما مناسبة هذا الحديث الآن؟ محمود الغزنوي أرسل مبعوثيه إلى خوارزم يطلب من ملكها بعضا من علمائها كالشيخ الرئيس أبي علي سينا والشيخ أبي الريحان البيروني وأبي نصر العراقي وأبي سهل المسيحي وغيرهم. أعلم أن تفكيرك الآن لا يخلو من الماء. إله خان وغيره من الأمراء الأتراك بث الرعب في نفس ملك خوارزم، وأخشى أن يلبي طلب السلطان محمود.
أوفدت مبعوثا خاصا إلى أبي الريحان البيروني يحذره بشدة من البقاء في خوارزم، وأرى من الصلاح أن يهاجر الشيخ أيضا. عليك الهرب. وهل أنا حر في مغادرة القصر؟ لم يشفى ابن الأمير بعد بالكامل. باعتقادي أجل، ولكن قبل عودة الملك من رحلة الصيد، لأن رأيي حينها لن يعود له أي تأثير. أيها الوزير، إذن علي هجر أصحابي في خوارزم؟ أجل، أقول أجل وأقول للأسف. كنت أنوي أن أشيد مدرسة في كوركان لكي يلتحق بصفك تلامذة كثر، أحدهم محمد ابني، ولكن للأسف الوداع. الفراق صعب جدا. إن علم الملك أنني أخبرتك بهذا الأمر فلن أكون في أمان من انتقامه. الوداع. الوداع. الراكد منه آس والجاري منه منعش. أدره 4 درجات شرقا. لم أرى الأسد بعد. شكرا أيها الشاب. السلام على الشيخ أبي الريحان البيروني. وعلى السيد الذي أجهل اسمه أفضل وأحر السلام. والسلام أيضا على أبي سهل المسيحي أستاذي ومعلمي الحبيب. أهلا وسهلا بكما. السلام عليك أيها البيروني. إن السماء الليلة صافية. في الواقع إنها سماء عجيبة. عجيبة الليلة أم كل ليلة؟ أتدري من يكون؟ كما أنك تعشق السماء، ذاك أيضا يعشق العلم. ليس عندي أدنى شك في ذلك، لا سيما أنه يرافقك. أنا هو من جاء برفقته، لأنني مدين لك. يجب أن أعرفك على الشيخ الرئيس أبي علي سينا الحكيم الشهير.
هل هو؟ أجل بنفسه، حجة الحق، شرف الملك، الشيخ الرئيس أبو علي سينا. أستاذ، أرجوك أن تشفع لي عنده، لأنني تجرأت وتحدثت عن السماء أمامه. يقولون أن الأستاذ البيروني يعرف الكواكب كحبات سبحة اليد. أيها البيروني، لا تختبرني، فأبو علي سينا لا يشتهر بعلم الأدب. دعكما من المجاملة، عليكما ترك كوركانج قبل بزوغ الفجر. اعلم أن السلطان محمود التركي مصمم على الاستيلاء على هذه الديار. لقد بلغتني توصية بهذا الخصوص من وزير ملك خوارزم، ولكن أستاذي الكريم، كيف يمكنني أن أهجر المرصد الذي أفنيت عمرا في إنشائه وتجهيزه ثم أهرب خوفا من بطش السلطان محمود؟ كيف يعقل ذلك يا أبا سهل؟ للأسف عليك أن تفارقه. أستطيع الاقتراب منه؟ أرجوك تفضل. للأسف، طالما يعتبر الملوك والسلاطين أنفسهم أصحاب مصائر الرعية، فإنهم لن يكفوا عن تبادل العلماء كتحف أو كهدايا. فإن شئت أن يكون لك مقام ومدرسة ومرصد، فإن حياتك لن تكون بأمان، إلا إذا كنت تتمتع بظل أحدهم. حينها سيقرر ذاك الأمير يوما أن يبادلك، وإن لم ترضخ لسلطانه فأنت زنديق أو كافر أو مخالف أو مرتد، وفي هذه الحال يكون دمك مباحا. أيها البيروني، رأيي أنا أيضا أن نفر الآن من كوركانج. رفيق سفر مثلك أنت، الشيخ أبو علي سينا المحترم، فرصة نادرة فعلا. لكن قل لي، ماذا أصنع بذلك المرصد المهم جدا؟ كيف أتركه وأمشي هكذا؟ لنذهب، عليك أن تعد متاع السفر. مع الفجر نكون في انتظارك عند بوابة المدينة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. يجب علي أن أهجر هذا المرصد الحبيب خشية بطش السلاطين، فتعسا لي. إن وجهتنا غير مناسبة للبحث عن دليل على إثبات وجود الله وعلى الاستدلال أمام الناس عليه وعلى تكوين الخلق. والأجدر بنا أن نستفيد من الإمكانيات الموجودة وأن نستنبط مما هو قريب من العقل وجائز أنه الكائن الأول، وهو واجب الوجود، ووجوده كماهيته تماما. وهل برأيكم فعل الشر أو الفعل المخالف للحكمة يصدر عن مبدأ الخير؟ الشر متلازم مع علم الطبيعيات، وهو نقيض الخير، وكل ما هو موجود سواء أكان خيرا أم كان شرا فهو موجود منه، لكن الله لا يقبل بغير الخير أبدا. وإن لم يخلق هذا العالم على أساس من الخير والشر معا لاعتبر أن ثمة نقصا في الأمر.
لا يمكن أن يكون العالم أفضل أو أسوأ مما هو عليه الآن. بيروني، حاول أن تنسى المرصد. تعالى سنجد الطريق. أبا علي، سيحل الظلام، لذا علينا أن نسرع. لا يغلبكما اليأس، سنجد الطريق إن شاء الله. لم أعد أقوى على المشي. يا بيروني، أنت عالم جغرافي، كم بقي أمامنا لنصل كوركان؟ تعالا هيا. أيها العالمان، هل كنتما تعلمان الغيب لتعلما أين نحن الآن؟ لقد اعتمدنا على دليل تحرك الفلك من المركز وليس إلى المركز أبداً. أيها الزميلان العزيزان، لم يعتبره أرسطو خفيفاً ولم يعتبره ثقيلاً أيضاً، في حين لا يمكن استبعاد خفة الفلك أو ثقل الفلك، ومن هنا إمكانية تحركه بشكل مستقيم وإمكانية تحركه بشكل دائري طولاً وعرضاً. إن لم تصفو السماء لا يمكن تحديد الطريق. الأمر الثاني، ترى لماذا وافق أرسطو على نظريات أسلافه بشأن موضوع الفلك، في حين لا شك أبداً في بطلان عقائدهم التي اعتمدوا فيها فقط على الظواهر؟ الأمر الثالث، إن أرسطو يؤمن ب6 جوانب من منطلق أن للمكعب 6 جوانب، والحال أن للكرة سطحاً واحداً، والسطح الواحد ليس له جوانب متعددة. هذه قضية واضحة. إذن لكل كثرة أو تعدد بدايات واحدة. يعتقد أرسطو أن شكل الفضاء وشكل الشمس كروي، في حين أن الحرارة تصلنا من الشمس إضافة إلى شعاعها، يعني أن تنطلق من المحيط باتجاه المركز. لكن ما هي حقيقة الشعاع؟ هل هو جسم أو غرض أم شيء آخر؟ أسأل ثانية، إن كانت الحرارة والأشعة تصل إلينا من الشمس، يعني أنها تتجه من المحيط نحو المركز. لكن لماذا اعتبر أرسطو الأرض مركزاً للكواكب؟ لماذا؟ أيها البيروني، علينا أن نحث الخطى لإيجاد الطريق. الأمر السادس، يعتبر أرسطو أن اليمين مبدأ الحركة وأن المشرق مبدأ الكواكب. هذا في حين أن مغرب كل مشرق هو مشرق لمغرب آخر. الفيلسوف اليوناني بلغ مراده من جانب وأخطأ من جانب آخر. استمع إلى سؤال آخر من أبي الريحان البيروني. ترى لماذا إله أرسطو مطلع على ذاته إن كان فعلا واجب الوجود مبدأ الوجود وليس غير ذلك؟ إنني مسؤول فقط عن كل ما قلته وليس عما قاله أرسطو. هل ساعدتني قليلا؟
الله سبحانه وتعالى يعلم كل ما تسرون وما تعلنون، ويعلم ما تكتنزه الأرض وما ينزل من السماء وما يجري تحتها. إنه جل وعلا أقرب إليكم من حبل الوريد، وهو على كل شيء قدير. بعد موت المرء، وهو بطلان أبدي لوجوده، تبقى الروح على اتصال بالعقل الكلي بشكل ضعيف أو قوي. وسعادة الروح وخيرها في اتحادها مع عقل فعال ونشط. أما الروح الأخرى فهي مبتلية بالشقاء الدائم. مثلما يؤدي وهن الجسد إلى المرض، تبقى الروح الشريرة أسيرة العذابات الدائمة. إن الثواب والعقاب يكونان على قدر معرفة النفس. هل يجوز أن يكون أكثر من واحد؟ لا يجوز. إن الخلق كله جاء نتيجة إرادة ذات الخالق، وهي سبب وجود الكون. نعم، هي سبب وجود الكون، ولكن العلة والمعلول اجتمعا قسرا في آن واحد. إن العلة تتبلور في خلق المعلول. إن وجود العلة مقدم على وجود الجمع، لكن هذا التقدم ذاتي وليس زمنيا. وفي هذه الحالة يجوز أن نصفه بثلاث صفات: موجود ذاتي، موجود قائم بذاته، واجب الوجود. وبعبارة أخرى، إن ذات الله هي في لزوم وجوده، وكل ما هو موجود يرجع بوجوده إلى واجب الوجود. لقد قلت أيها البيروني إن خط الاستواء يبدأ من المشرق، وقلت أيضا إنه يمر من بحر الصين والهند وبعض الجزر. أجل. ومن يكون مقامه عند هذا الخط تحديدا يكون ليله ويكون نهاره على الدوام متساويين تماما أيها الشيخ، ويقوم كلا القطبين الشمالي والجنوبي على أفقه من دون زيادة أو نقصان، من دون زيادة أو نقصان. تفضل أرجوك. شكرا. أيها العالمان، ستهطل الأمطار الليلة، إذا من الأفضل أن يكون منامكما داخل المطحنة. لكن السماء زرقاء ولا أظنها ستمطر.